أيوب يفقده الله كل ولده، ويذهب الله عز وجل جميع زوجاته ولا يبقي له إلا واحدة، وينقله من أعلى قمم الغنى إلى قاع الفقر، ثم تقول إليه زوجته بعد أن كان مرميا في فرض فلات، بل قيل في مزابل بني إسرائيل فإن الناس تركوه خوف مرضه: يا أيوب ألا ترى ما حل بك؟ يا أخي ناظر ما الذي نزل بك؟ ادعو ربك يا أيوب، سل الله أن يعافيك يا أيوب، ناج ربك أن يبعد عنك ما نزل بك. وإذا بها قال: والله إني يعني كما جاء عنه وكما قال: إني أستحي من الله أني معافى منذ ما يزيد على 70 سنة، وأنا في نعم من ربي سبحانه وتعالى وآلاء وفضل. ثم جملة واحدة فقط، جملة واحدة: مسني الضر أنت أرحم الراحمين، عبودية الوصف لله. ثم يبين الله جل وعلا لك أن هذه المفردة ارتجت لها أبواب السماء. خلاص اركض برجلك